بجدد لك التحيه مره اخرى كابتن تامر صقر وضيوفك الكرام مشاهدينا ومشاهدينا سبورت في كل مكان. فوز النادي الاسماعيلي على نادي الانتاج الحربي، فوز مستحق بهدفين مقابل لا شيء، وبنسعد مشاهدينا في هذه اللحظات ان يكون معنا كابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى فريق الاسماعيلي. فدايما بنرحب بحضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك، برحب بحضرتك وبرحب بكل اللي في الاستوديو مع الكابتن تامر صقر. خلينا ابدا معاك سريعا. النهارده كان دورك مختلف وانت بتهدي ما بين كابتن محمود عبد الحكيم، يمكن انت معروف من الشخصيات العصبيه شويه الغيوره على فرقتها، كنت بتهدي ما بين كابتن محمود عبد الحكيم وكابتن احمد حسام ميدو، كانت حصل مشاده ما بينهم، يعني تدينا يعني خلفيه سريعه عنها. لا هي بس هي تنشنت ماتش زي ما حصل قبل كده ما بينه وبين الكابتن احمد حسام ميدو، برضه تنشنت مصر تنشنت ماتش، بس بترجع بعد كده كل النفوس بتهدى. هو بس الكابتن محمود عبد الحكيم بس كان متضايق بعد المباراه شويه، وحصل نقاش ما كملش ثانيه يعني مع كابتن ميدو، وصالحوا بعض جوه اوضه اللبس. طيب كابتن سعفان، اتكلمتوا في ايه ما بين الشوطين اللي خلى اللاعبين نازله عندها اصرار اكتر، ما استهترتش المباراه، كانت مركزه تركيز اكتر من الشوط الاول؟ هو الكابتن احمد حسام قال لك بين الشوطين طول ما النتيجه 1-0 يبقى النتيجه لسه متعلقه، في جون تاني ان شاء الله بيكرم بيه النادي هتفرق، انما لغايه الدقيقه 65 كان 1-0، فعشان كده كانت فيها هجمات للانتاج الحربي، فرقه محترمه معاهم جهاز فني محترم، كابتن شوقي غريب، والمساعدين طبعا الكابتن عبد الظاهر والكابتن وائل شيتوس والكابتن عبد الستار صبري. كل اللاعبين اللي في الانتاج الحربي النهارده اسماء كبيره كانت ليها يعني باع كبير في منتخب مصر. الشوط الثاني اتكلمتوا ازاي مع اللاعبين ان هي ما تهابش هذه الاسماء؟ واكيد كابتن ميدو يعني عمل ستريس عليهم ان هم كانوا زمان ليهم اسمهم ومجدهم، ودلوقتي هم بقى لهم فتره بعيده عن الملاعب، يعني وجهتوا اللاعبين نفسيا ازاي؟ والله يا كابتن برضه هم ليهم اسمهم لغايه دلوقتي، يعني مش معترض، ولكن دلوقتي يعني النهارده مثلا شيكابالا نزل مش مستواه، شيكابالا النهارده عنده وزن زياده، شيكابالا النهارده سرعته مش هي السرعه اللي احنا مش هو نفس اللي كان بيلعبه مثلا 2006 2008 2010 محمود عبد الحكيم هكذا، بس ده اول مباراه في الدوري. انا بعذر اللعيبه سواء في فرقه الاسماعيلي او الانتاج الحربي او كل المباريات اللي اتلعبت في الدوري، اول مباراه بيبقى ليها. كنتوا عاملين معسكر مغلق تقريبا، والانتاج برضه كان عامل معسكر مغلق، معسكرات مغلقه، بس يعني انا بكلمك على اول مباراه في الدوري بيبقى في جلسه نبض في الاول، سواء المباراه جوه بلدك او بره بلدك. الحمد لله النتيجه فرقت معانا النهارده، كمان كان النتيجه 1-0 للنادي الاسماعيلي، وكان في ربنا وفق عواد في كره طلعها بالهيدرز، دي فرقت معانا الحمد لله، لان كان داخل جون كان النهارده من نجوم المباراه، كانت غيرت مجرى الماتش. الحمد لله بحمد ربنا ان عواد موجود ومعاه صبحي ومعاه محمد مجدي. ان شاء الله المقاولين العرب بنستعد لهم من بكره، ما فيش اجازه، واتمنى ان شاء الله مش هيبقى في راحه. لا ما هو ماتش يوم الاحد ان شاء الله، فما فيش وقت، الوقت هيبقى ضيق جدا، فالكابتن ميدو مدي تمرين بكره الصبح لغايه الماتش ان شاء الله. كابتن سعفان انا بشكرك، اتمنى دايما كل التوفيق، واتمنى دايما كده بالروح الرياضيه اللي احنا شفناها النهارده. وانا اسف انا بشكر كل اللي في الاستوديو، ما اعرفش مين، بس بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.